ازيكم عاملين ايه؟ أكلة الشتاء هي محشي الكرنب بأحلى خلطة ومع الفراخ، وكله هنعمله في حلة واحدة. حاجة كده عظمة والطعم خيال. تعالوا بقى نظبط أكلة النهاردة مع بعض ونشوف ازاي نجهز كده الفراخ بتاعتنا قبل التسوية عشان تبقى واخدة معانا كده لون حلو، ما تبقاش كده عاملة زي المسلوقة. بس ما تنسوش تحطوا لايك، دي أهم حاجة بترفع معايا الفيديو عشان يتشاف كده لأكبر عدد ممكن. ولو انتم مش مشتركين معانا في القناة يلا اشتركوا وفعلوا جرس كل عشان يوصلكوا إشعارات بكل الوصفات الجديدة اللي بننزلها على القناة. يلا بينا كده نبدأ سريعا. طبعا أول حاجة عشان الفراخ ما تبقاش زفرة معانا وتبقى حلوة نعمل لها تتبيلة سريعة كده مع بعض. طبعا غاسلين الفراخ غسلة حلوة قوي ومنضفينها. هنجيب بصلاية كبيرة كده ونبشرها بشر ناعم عشان تبقى تنزل مية يعني وتخلي الفراخ طعمها حلو. هحط بقى معلقة ملح و7 بهارات، وهحط كمون وفلفل اسود، وهحط كزبرة يعني معلقة من كل حاجة، وهحط معلقة كده من دبس الرمان عشان يدي معايا لون بعد كده للفراخ زي ما هنشوف، ومعلقة من الصويا صوص، وهحط خل طبعا علشان الزفارة. هاخد بقى الخلطة الحلوة دي كده وهدعك الفراخ بيها علشان الفراخ تبقى ريحتها كده حلوة. البصل والفلفل الاسود مع بعض كده لوحديهم بس بيدي معايا طعم حلو قوي قوي للفراخ. تمام. هخلي بقى الفراخ معايا كده، لو نقدر نخليها من بالليل يبقى حلو قوي، او قبل ما نعمل الغدا كده بساعتين لحد حتى ما نجهز الكرنبه هيكون برضو حلو. هجيب بقى الكرنبه وهبدا ان انا اقطعها كده. انا بقطعها بالشكل ده كده عشان تبقى سهله قبل ما اسلقها. وبعد كده هاخدها واخد جزء جزء منها وابدا ان انا اسلقها. ده بيسرع معايا كده في التقطيع غير لما بقطعها بعد ما بتتسلق. تمام. الميه المغليه معايا على النار وهحط لها شويه ملح، ما بحطش حاجه تاني. وبعد كده هاخد جزء كده من الكرنبه وابدا ان انا اسلق الورق لحد ما يتسلق معايا كده، يعني 5 دقايق كده على النار والميه مغليه. تمام. وبعد كده ببدا ان انا اطلعهم في مصفى. حلو كده. طبعا عملناها في فيديو برضو قبل كده. النهارده الهدف بس اوريكم تجهيز الفراخ علشان يبقى كله في حله واحده. كده اللون بتاع الورق اهو اتغير وبان عليه اهو، يعني مستوي معايا بس ما يبقاش مهري قوي وما يبقاش برضو لسه يعني يكون ني. تمام. هنطلع بقى اللي احنا حطيناه ونحط باقي الكميه ونخلص كده سلق الورق كله. وبعد كده بقى هبدأ اقطع الورق واحضره قبل ما ابدا ان انا اعمل الحشوه. تعالوا بقى نعمل الحشوه بتاعتنا. في حله كده هحط معلقتين من الزيت، وهحط بصلايه كده متقطعه صغير وهبدا ان انا اشوحها. بحط بقى معلقه توم مع البصله كده بيدي معايا طعم وريحه حلوه قوي للخلطه بتاعه المحشي. هنديها كده تشويحه مع بعض. واول ما هتبدا كده يعني تاخد لون معايا، يعني ما تحمرش قوي، هبدأ أنزل كده بعصير الطماطم. هسيب شوية كده معايا في الشفشق كده عشان دول هزود بيهم المحشي عشان يديني اللون الحلو كده للمحشي بعد كده زي ما هنشوف. هحط بقى معلقة كده من الملح والفلفل الأسود، وهحط كزبرة، وعليهم بقى أحط كده نص معلقة كده من الكمون بيبقى حلو قوي مع المحشي، ومعلقة من ال7 بهارات أو بهارات لحمة أو بهارات فراخ هتدي معايا طعم حلو قوي للمحشي وبتدي ريحة فظيعة. تمام. سبتها بقى لحد ما اتسبكت شوية، وبعد كده قطعت قرنين كده فلفل حامي عشان كده يدي يعني يبقى مشطشط معايا كده وحلو. وقطعت ربطة بقى من الكزبرة والبقدونس والشبت، قطعتهم كده صغير. وبعد كده حطيتهم بعد الطماطم بتاعتي العصير الطماطم ما تسبك معايا وبقى زي الفل، عشان مش هنخلي الحاجات دي فترة طويلة على النار عشان ما يتبلوش قوي وتبقى ريحتهم يعني حلوة. غسلت نص كيلو من الرز، طبعا الرز حسب كمية المحشي بتاعنا. غسلت نص كيلو وصفيته وبعد كده حطيته وهسيبه بس يتشرب كده السوائل، يعني عشان وانا بلف ما يبقاش مليان سوائل. وبعد كده هنطفي على طول. تمام كده. هاخد بقى الورق بتاع اللي انا قطعته، طبعا تقطيعه كان سهل وحضرته بسرعة عشان احنا كده كده يعني يعتبر مقطعينه قبل ما يتسلق. هاخد بقى كده الورق وهبدأ ارص كده على اي حاجة كده بقطع عليها علشان اسرع كده باللف بتاعي. هاخد بقى نص معلقة كده من الرز على كل واحدة. مش هنكتر رز عشان واحنا بنلف
الصباع يعني ما يبقاش تخين قوي، يبقى حلو كده ونعرف نلفه حلو. في طريقتين بقى، ممكن الفه كده على طول بالشكل ده مفيش اي حاجه، بس بضغط كده وبلف على طول بالشكل ده. وفي طريقه تانية هوريها لكم دلوقتي، اللي هي بتني من الجنبين وبلف عشان يعني يبقى مقفول من الناحيتين، كده ينفع وكده ينفع. الطريقه اللي انتوا عايزين تعملوها مفيش اي مشكله. انا بحب الطريقه التانية دي، ان انا اقفل من الجنبين، بيبقى شكل الصباع احلى ويعني متماسك. هنلف طبعا الورق بتاعنا كله كده ونحضره على جنب، عشان بعد كده هنرصه فوق الفراخ. تعالوا بقى في طاسه دلوقتي او جريل، هحط معلقتين كده من الزيت وهسيب الطاسه تسخن معايا كويس. لازم الطاسه تسخن حلو عشان ندي كده الفراخ بتاعتنا صدمه حلوه كده وتاخد معايا لون كويس. هحط كده على قد ما تشيل معايا الطاسه او الجريل اللي موجوده عندنا. هسيبها كده على كل ناحيه لحد ما تاخد معايا لون حلو، وبعد كده هقلبها على الناحيه التانيه وهعمل الكميه اللي عندي كلها. تمام كده. ده بيخلي بقى الفراخ ريحتها يعني تبقى قويه اكتر، وتبقى معايا واخده لون. لو حطينا الفراخ على طول يعني مش بتبقى واخده معايا لون حلو برده، زي ما نكون شوحناها كده. تمام. تعالوا بقى في الحله كده، هجيب شرايح من البصل وهبدا اوزعها كده في الحله كده، في قعر الحله من تحت بالشكل ده. وهحط ببدا ارص بقى الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم الريحه بتاعت الفراخ قويه جدا وحلوه قوي، وخلت المحشي طعمه وريحته غير المحشي العادي خالص، ادت طعم حلو قوي قوي للمحشي. هنبدا بقى نرص المحشي بتاعنا، رصوه باي طريقه تعجبكم. ببدا اعمل كده يعني حسب المحشي الكميه اللي عندي، صفين او 3 او 4. وببدا ارص كده المحشي داير ما يدور كده، وبعد كده هملى الحته اللي في النص بالراحه كده، وببدا احط المحشي علشان ما يفكش معايا. تمام كده. حضرنا الحله بتاعتنا ومليناها. هبدا دلوقتي هاخدها احطها على جنب لحد ما احضر بقى اللي هسقي بيه المحشي. هاخد شويه الصلصه اللي انا شلتهم على جنب، وهزودهم بقى شويه ميه. ويا سلام لو في معلقتين كده من معجون الطماطم اللي هي الجاهزه، لكن انا ما كانش عندي. بيدي برده معايا لمعه حلوه قوي وبيدي لون حلو للمحشي. وهحط مكعبين مرقه كده، وهحط الملح برضو، هنزود كده الملح، وهحط معلقه من الفلفل الاسود. تمام. وهحط كمان عليهم معلقه من السبع بهارات. وهقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض، عشان طبعا ندوب المرقه ما يبقاش فيها يعني قطع. تعالوا بقى دلوقتي نحطها على النار، وهبدا ان انا اسقي كده المحشي. ما بخليش الميه طالعه لحد فوق علشان ما يتعجنش معايا، وبهز الحله كده بس عشان الميه تنزل لحد تحت والفراخ تستوي معايا. بسيبها في الاول على نار عاليه، وبعد كده ببدا ان انا اخلي النار متوسطه، مش بوطي النار على الاخر، بخليها متوسطه. بصوا الميه لحد تحت ازاي، يعني مش باينه معايا فوق، لان المحشي برده مش هياخد معايا كميه ميه كتيره قوي. تمام. مش بيبقى زي الرز. بعد ما بسيبه كده على النار لحد ما ياخد وقته ويستوي، ما تقلقوش من الفراخ خالص، بتكون استوت طبعا. هاخدها بقى كده وابدا ان انا احطها كده على الصينيه، او باي طريقه انتوا تحبوا تقدموها بيها. هبدا ان انا دلوقتي كنت بحاول ان انا اقلبها عشان بس كانت تقيله، وبعد كده هقلبها بالشكل ده. نرفع الحله بالراحه، وتخلوا بالكم عشان البخار، عشان طبعا بتبقى لسه كده سخنه. بصوا بقى الشكل من تحت، الفراخ واخده معايا لون حلو ازاي. طبعا عشان شوحناها، وطعم البصل اللي احنا حطيناه تحت الفراخ، عايزه اقول لكم الطعم حلو جدا، والريحه كانت ماليه البيت كله. جربوها هتعجبكم قوي. لو لسه ما جربتهاش
وقولوا لي برضو رأيكم في التعليقات لو الفيديو عجبكم، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.